يا ساتر. كان ايه ماك شغال؟ الشاي تمام؟ حاجه ناقصه؟ تمام كده كله تمام. طيب لو انت فاكر ان انت لما تخش تتمرن تمرين ما بوزن ما في ايا كان العدات اللي انت لعبتها، وصلت في التمرين ده للفشل العضلي، وهي النقطه اللي العضلات فيها ما بقتش قادره تنتج القوه الكافيه ان هي تحرك الوزن، فانت فاكر ان انت كده جبت اخرك. فالنظريه اللي معانا بتقول عكس كده، وده لان انت لو قللت الوزن اللي انت بتلعب بيه ده لوزن اقل منه، هتقدر تلعب بالوزن الاقل منه ده وتجيب بيه برضه نطاق عدات عالي، وممكن برضه توصل فيه للفشل العضلي من غير ما يكون في راحه بين الوزن الاول والوزن الثاني. ودي كانت مقدمه لدراسه اتعملت سنه 2017 اتكلمت عن الدروب سيت وشرحته، وشرحت الفايده اللي ممكن تعود عليك من الدروب سيت في زياده كتله العضلات. هتكون الدراسه دي مع دراسه اتعملت سنه 2021 هي العمود الفقري للفيديو، او الاساس اللي احنا هنتسند عليه عشان نبني الفكره او نعرف الفكره من الدروب سيت وازاي نقدر نستخدمه، وهل ليه فايده اصلا ولا لا. ماشي. وبالتالي فكره الدروب سيت هي باينه من اسمها بشكل ما، وتحديدا في كلمه دروب، لان انت لما بتلعب التمرين بتاعك بوزن معين بتعمل دروب في الوزن ده وتبتدي تلعب بالوزن الاقل منه، وهكذا ممكن تعمل دروب تاني من الوزن اللي انت قللت عنه ده لوزن تاني اقل منه، وهكذا. دروب سيت ليه اشكال كتير، يعني ممكن تقلل من الوزن ده مثلا بنسبه مئويه، يعني مثلا 20% من الوزن اللي انت كنت بتلعب بيه او 25% من الوزن اللي بتلعب بيه تروح نازل للوزن الاقل منه. وفي ناس بتقلل ارقام معينه، مثلا تقلل 20 كيلو في كل مره، او مثلا 15 كيلو في كل مره. وممكن في الدروب الواحد او الوزن الواحد توصل بيه للفشل العضلي لحد ما تنزل الوزن وتلعب بوزن تاني اقل منه وتوصل برضو بيه للفشل العضلي. وفي ناس بتقول مش لازم، انت ممكن تحط عدد معين من العدات توصل له مع كل وزن وخلاص انت كده طبقت الدروب سيت. يعني مثلا ب 50 كيلو هلعب 10 عدات، بعد كده ب 30 كيلو برضه هلعب 10 عدات، بعد كده مثلا ب 20 كيلو هلعب ب 10 عدات، وهكذا. لكن اكتر حاجه تفرق الدروب سيت عن المجموعه العاديه اللي كلنا بنلعبها هي فكره الوقت. ان انت لو فكرت في الدروب سيت مثلا، فانت لو بتلعب باول مجموعه 50 كيلو، سواء بقى وصلت بيها للفشل العضلي او جبت بيها نطاق عدات ثابت زي ما احنا لسه قايلين، ايا كان لما تيجي تعمل دروب في الوزن ده مثلا من 50 مثلا ل 40 او 35 كيلو وتوصل بيها برضه للفشل العضلي او برضه لنطاق عدات معين او ثابت، فانت بين ال 50 وبين ال 35 انت ما ريحتش. الفتره اللي انت ريحت فيها بس ان انت قللت الوزن من 50 ل 35 ورجعت تاني كملت المجموعه او التمرين بتاعك. وبعد ال 35 لما تيجي تقلل منها مثلا ل 20 او 25 كيلو، سواء برضو وصلت بال 35 دي للفشل او لا، فانت في النازله في الوزن دي برضو انت مش هتريح بين ال 35 وبين ال 25. برضو الفتره اللي انت هتريح فيها هو ان انت بس حركت الوزن من 35 ل 20 وهترجع تاني تكمل التمرين من غير اي وقت راحه. بالتالي النقطه او الفاصل الوحيد بين المجموعه العاديه اللي كلنا عارفينها بين مجموعه الدروب سيت هي فتره الراحه بين كل مجموعه ومجموعه. الدروب سيت هي مجموعه واحده بيبقى فيها كذا دروب في الوزن، اما المجموعه العاديه انت بتخش بوزن معين تجيب بيه نطاق عدات معين ايا كان، بعد ما بتخلص بتقعد تريح مثلا ايا كان المده اللي انت هتريحها، دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، 3 دقايق، مش هتفرق. بعد كده بتقوم وبتكمل نفس التمرين وبترجع تاني تكرر العمليه دي. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تفرق بين الدروب سيت والمجموعه العاديه. فاحنا كده بنكون وصلنا للنقطه اللي لازم نعرف فيها الفايده من الدروب سيت نفسه. مبدئيا الموضوع منقسم لحد دلوقتي بشكل كبير جدا في البحث العلمي، يعني ما ينفعش تلاقي دراسه واحده بتقول حاجه واحده وتبتدي تمشي عليها او تبتدي تميل ليها وتطبق اللي بتقوله ده على التدريب بتاعك، لان ببساطه هتلاقي دراسه تانية بترد عليها وبتنفي الكلام اللي هي بتقوله. وهو ده اللي موجود في الدروب سيت في الوقت الحالي، ان مفيش حد ادانا نقطه مفيده ان الدروب سيت ممكن يكون احسن من المجموعه العاديه. على سبيل المثال خلينا نقسم الاختلاف ده لنوعين من الدراسات. دراسات قارنت عدد مجموعات كبير للدروب سيت بعدد مجموعات كبير للمجموعات العاديه، زي مثلا دراسه 2017 كانت المقارنه بين 2 ل 5 مجموعات سواء لشكل الدروب سيت او لشكل المجموعه العاديه زي ما احنا لسه قايلين، وكانت بتقيس زياده كتله العضلات في الكواد او عضله الرجل الاماميه. بس بعد 12 اسبوع ما لقيتش اي فرق بين شكل الدروب سيت وشكل المجموعه العاديه في زياده كتله العضلات في عضله الرجل الاماميه عموما. فتيجي دراسه سنه 2021 برضه تقارن عدد كبير من المجموعات، تقريبا برضه من 2 ل 5 مجموعات سواء لشكل الدروب او لشكل المجموعه العاديه، وتقول لدراسه 2017 انت خدتي قياسات معينه او اجزاء معينه من عضله الرجل الاماميه وما خدتيش قياسات تانية او مناطق تانية انت ما قستيش زياده كتله العضلات فيه، لان احنا لقينا ان في زياده كتله عضلات حصلت لشكل الدروب لكن في منطقه تانية من العضلات انت ما كنتيش خدتي القياسات بتاعتها. ودي حقيقي، ودي هنرجع لها لما نيجي نقول ازاي نستخدم الدروب سيت نفسه. بس دلوقتي خلينا في الشكل الثاني من الابحاث، وهو الشكل اللي قارن بين مجموعه فرديه للدروب سيت قصاد 3 مجموعات للشكل العادي للمجموعه. يعني هتخش دروب سيت مجموعه واحده هتنزل الوزن
الوزن ايا كان عدد المرات اللي انت هتنزله في المجموعه دي، وخلاص دي مجموعه. المجموعه العاديه او الشكل العادي للمجموعه 3 مجموعات اللي احنا عارفينه، مثلا تتمرن مجموعه في الثانيه في الثالثه 3 مجموعات قصاد مجموعه واحده من الدروب ست. كان عندنا برضو هنا دراستين، دراسه لقت ان في فرق لصالح مجموعه الدروب ست الواحده في زياده كتله عضلات الترايسبس، وفي دراسه لقت ان مفيش فرق بين الدروب ست وبين الشكل العادي في زيادة كتلة عضلات البايسبس. فالموضوع هنا برضو كان رايح جاي، دراسة بترد على دراسة، وبالتالي ما كانش ينفع اعتمد دراسة واحدة وابني عليها معتقداتي في التمرين وابتدي اطبق التمرين بناء على الدراسة دي، لان ببساطة كلهم مختلفين، مفيش حد بيتفق مع حد خالص. لكن خليني اقول لك ان في حاجة واحدة اتفقوا عليها سواء الدراسات القديمة او الجديدة ايا كان مش هتفرق، هي فكرة الوقت. لو تفتكر في الاول قلنا ان الدروب سيت هو مفيش وقت راحة بين كل مرة انت بتنزل فيها الوزن بتاعك، انت يا دوبك بتنزل الوزن وبترجع تتمرن. لما تيجي تبص على الدراسات اللي اتعملت قارنت بين مجموعه واحده للدروب قصاد 3 مجموعات من الشكل العادي، هتلاقي سواء الدراسه اللي قالت في فرق لعضله الترايسبس والدراسه اللي قالت مفيش فرق لعضله البايسبس، ان في حاجه انت ما كنتش واخد بالك منها، هي مجموعه واحده قصاد 3 مجموعات من الشكل العادي. يعني اللي انت عشان تعمله في ال3 مجموعات في الشكل العادي انت عملته بمجموعه واحده بالدروب سيت، سواء بقى لقيت فرق او ما لقيتش فرق مش هتفرق طالما مفيش اثار سلبيه او مفيش نتيجه عكسيه. وبالتالي الدراسه الكبيره اللي اتعملت سنه 2017 بتقول ان ممكن الدروب سيت يكون اداه في زياده كتله العضلات من غير ما تقضي وقت كبير في الجيم، وفي نفس الوقت وما يقعدش عليك باي شكل او باي اثر سلبي. وبالتالي هي دي الفايده الوحيده اللي كله متفق عليها، هي فكره توفير الوقت. وبالتالي ده لقينا ليه ازاي نستخدم الدروب سيت. وانا عن نفسي حبيت مقترح اول دراسه اللي اتعملت سنه 2017، هي كانت عامله زي جدول كده قدمت فيه مقترحات بشكل جميل جدا. يعني اول حاجه قالتها الدراسه ان انت لما تيجي تقلل في الوزن بتاعك في التمرين بتقلله بنسبه بين 20 ل 25%. يعني انت مثلا لو بتلعب ب 100 كيلو لما تيجي مثلا تقلل 20% فانت هتلعب ب 80، بعد كده لما تيجي تقلل مثلا 20% تاني فانت هتلعب ب60 وهكذا. تاني حاجه وقت الراحه يكون اقل ما يمكن، هي فكره بس ان انت يا دوبك تقلل الوزن وترجع تاني تظبط وضع جسمك ان هو يعمل التمرين او يتمرن التمرين ده، بس ده وقت الراحه بتاعك. تالت حاجه هو ان المجموعه الواحده ما يكونش فيها اكتر من 3 دروبات في الوزن. يعني انت مثلا لعبت بوزن معين مثلا 100 كيلو نزلته ل 80، بعد كده نزلته ل 50 مثلا او ل 60، بعد كده نزلته ل 40 او 30، بتقول لك ان هو بعد المره الرابعه او بعد المره الثالثه مفيش اي فايده واضحه من ان انت تنزل اكتر من كده. يعني هو بيقول لك كفايه اكتر من 3 بعد المره الثالثه، مفيش اي فايده واضحه للمره اللي بعد الثالثه. رابع حاجه ان انت تحاول تحافظ على التمرين ان انت تأديه بالشكل المناسب وتلعب برضه بتيمبو مناسب، بان انت تطلع بالوزن مثلا في ثانيه وتنزل مثلا في ثانيتين او في 3 ثواني. خامس حاجه هو ان انت تحاول تختار تمارين العزل ان انت تدخل فيها شكل الدروب سيت اكتر من التمارين المركبه، خصوصا لو انت لوحدك. لان تخيل معايا مثلا بتلعب بنش بريس بالبار مثلا وحاطط 100 كيلو 50 كيلو هنا و50 كيلو هنا، عايز تعمل دروب سيت، خلصت المجموعه تروح قايم شايل وزن من هنا وشايل وزن من هنا وترجع تاني تظبط وضع جسمك وتبتدي تلعب تاني، بعد كده تقوم بعد كده تشيل وزن من هنا وتشيل وزن من هنا. طبعا لو معاك حد عادي الموضوع ده مش هيفرق معاك، بس لازم تحطها في الاعتبار. لو انت لوحدك حاول تخليها مثلا في تمارين العزل اكتر من التمارين المركبه، وخصوصا في تمرين زي الليج اكستنشن. لان انت لو تفتكر لما قلنا دراسه سنه 2021 ان هي لقت فايده للدروب سيت في العضله الاماميه للرجل في اجزاء معينه كان على تمرين الليج اكستنشن، والليج اكستنشن ده برضو تمرين عزل. حاول لو هتستخدم الدروب سيت حاول ان انت تدخله في تمرين زي الليج اكستنشن، خصوصا ان الدراسه دي لقت فايده عليه. اخر حاجه وهي عدد المرات اللي انت هتكرر فيها الدروب سيت على مدار مثلا الاسبوع التدريبي بتاعك. الدراسه شايفه وانا شايف برضو ان انت لو بتطبق الدروب سيت بشكل كبير ده ممكن يأثر على معدل الاستشفاء بتاعك، لدرجه ان انت ممكن ما تبقاش قادر تكمل التمرين نفسه اللي انت بتتمرنه، او تبقى تعبان لدرجه ان انت مش قادر تتمرن مثلا في اليوم اللي بعده. لان ببساطه الموضوع مرهق. يعني انت لو فكرت فيها انت مثلا دخلت مجموعه لعبت ب 50 كيلو بعد كده ب 30 بعد كده مش عارف حاجه و20 بعد كده ب 15 كيلو مثلا، فالموضوع مرهق. لو انت قررت ده كذا مره في الجلسه الواحده من التمرين معرفش انت ممكن تاخد وقت استشفاء قد ايه عشان تقدر تيجي مثلا تتمرن التمرين اللي بعده، لان غالبا هتطول فتره كبيره. فحاول ان انت تعمله بشكل فردي على قد ما تقدر، ان انت مثلا تعمله في تمرين او تمرينين بكتير او في جلسه التمرين بتاعتك، وتحاول مثلا لو انت عملته النهارده في التمرين مثلا بكره ما تعملوش بعده تعمله وهكذا. بس دي كانت كل حاجه بخصوص الدروب سيت وفكرته والفايده منه وازاي تطبقه. طبيعي او بديهي ان اي مصدر قلناه هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. اعمل سبسكرايب من الاخر ولايك وشير، واشوفك الفيديو الجاي. سلام، بيس يا صاحبي.